الاخوان، حنا الان كنتواجدوا بدار بوعزه، بالضبط الجماعه ديال دار بوعزه كيف ما كتلاحظوا معنا. هنا المكان اللي كنتواجدوا فيه كان كيشتغل به واحد السيد المدعى عليه ابراهيم تفريد. على حساب المعلومات اللي كنا عرفنا انه كان عنده شي مشاكل في هذه الجماعه هذه. دونك هو راه متابع من عده اطراف معنيه. الله يجازيكم بخير الاخوان. بغيت نقول لكم بان هذا السيد هذا راه طاغي بزاف، هو والزوجه ديالو فاطمه مترجي، وكيدعي القوه وكيدعي السلطه، وكيقول لك سيدي انا سيروا فيما بغيتوا تمشيو، انا هذوك الناس اللي قبل منكم راه ما صوروا والو معايا مع المخزن، انا راه كنعرف شي حاجه فوق من السلطه. حنا بغينا نعرفوا هذا السيادي واش هذا السيد هذا واش عنده شي حاجه اخرى فوق القانون اللي هي عنده هو بالنسبه لي شي حاجه راه خارقه للقانون. بغينا نعرفوا حنا، لان هذا السيد هذا مهجم عليا مرتو، ودات لي سرقت لي الحوايج ديالي من الدار، وسرقت لي الكارني تشيك، وسرقت لي الملابس ديالي، وسرقت لي مبلغ مالي يتقدر ب 10000 درهم او 9000 درهم. والان دابا الله يجازيكم بخير، بغيتكم تعرفوا هذا السيد مزيان حقيقته ابراهيم تفريد، وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو الله يجازيكم بخير باش يوصل للناس المسؤولين والجهات المختصه. والسلام. خولوا لي حوايجي، خولوا لي حوايجي، خولوا لي حوايجي، خولوا لي حوايجي. هما الناس كاينين، هما الناس كاينين، خولوا لي حوايجي، خولوا لي حوايجي، شوف عندك يا الجندار، خولوا لي حوايجي، هما الناس كاينين، هما الشهود. اش عندك؟ ها واخويا وسيروا حيدوا ماشي هنا غير تدخلوش بنتي غنتحرى عليكم هنا. نمشيو حيدوا ومالهم حنا باركين الاول يديروا الصبح والهضره خايفين عند الشيطان تاع الصرف بالله. شي اللي باغي يمشي يتفرج اخويا الله يرحم الوالدين. السلام عليكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. انا هو الانسان المعني بالامر اللي تعرضت للسرقه من طرف الام ديال الزوجه ديالي. هنا هذا هو المكان ديال الحادثه. هذه هي الشقه اللي في الطابق الثاني اللي كنت كنتواجد بها انا بعد ما هربت، لديت بالفرار انهم بغاو يهجموا عليا وسرقوا لي الملابس ديالي، سرقوا لي دفتر الشيكات ديالي ومبلغ مالي يتقدر ب 9000 درهم، ورماو لي الملابس ديالي من البالكو. هذا الشيء وكاينين الشهود، الناس الجيران، هاد الجيران كلهم هنا شاهدين، انا محضروا كل شيء. وجات الام ديالها دات لي الولد ديالي، عطاتو ليها بنتها، ديجا كان عندهم واحد الدوبل ديال الساروت ديال الدار، من بعد حيدوا الساروت وبقى عندي انا غير الساروت بوحدي، تبروك الباب ديال الفوق وبداو كيلوحوا الحوايج غير من البالكو، داو الحوايج كاملين والسب والشتم، وكتهز الحجر وكتلوح في الدور ديال عباد الله. وهاد الناس راه كلهم شاهدين، وكاين الميكانيسي اللي كما كتلاحظوا معايا هنا تا هو راه كاين، تا هو راه من الشهود، لانه هو اللي اتصل بيا وقت عنده وقوع الحادث، هو اللي قال لي ودي راه كاين وكاين، راه الناس راه كيسرقوا في الحوايج ديالك كيفاش جيت. وهاد الناس راه تعداو علينا بزاف واذاونا بزاف وداونا الملابس ديالنا. وحنا دابا كنتواجدوا في هذا المكان حي التنميه، اللي كان الاسم ديالو سابقا دوار جيني، حي التنميه حدا البنك بي ام سي او. وهذا هو المكان ديال وقوع الحادثه قرب الميكانيسيان هشام. الله يجازيكم الاخوان، بغيناكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للناس المسؤولين. تبع الحي حي التنميه تابع لسيد رحال الشاطئ، حي التنميه سيد رحال الشاطئ. بغيناكم الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للناس المسؤولين والجهات المختصه، باش هاد المجرمه هذه فاطمه مترجي تاخذ الجزاء ديالها والقانون يدير مجراه. الله يجازيكم بخير وشكرا.
ديجا كانت جات هجمات عليا في اثناء مزاولتي للعمل ديالي في المكتب ديال البيع، وهادشي باذن الشهود، راه كاين الشهود حاضرين، والدرد بها ديجا شكايه عند الدرك الملكي لان الشهود كاينين. وهادشي ماشي بزاف، يلاه بشي 5 شهور باش وقع هادشي، ماشي بزاف، كاينين الشهود. وحاجه اخرى كانت هرست لي الطوموبيل ديالي اللي هي هادي، السياره ديالي اللي كانت هرست لي هي هادي من نوع فورد فيستا، كانت هرست لي كامله، يلا بدلت ليها الزاج، يلا صوبت لها الطوله في لاميزو الى اخره. كانت هرست لي الطوموبيل ديالي كامله، غادي تصاور في البريكاد ديال الجوندام ديال صدر حال، عندي الصور كاملين فيهم الزاج مهرس الى اخره. وتثبت لي في خسائر كبيره. واحد المره كانت راكبه معايا في الطوموبيل غادي على اساس نيه حسنه وجرت لي الفولون تروطوار حتى خسرت لي الطوموبيل كامله. المهم هاد السيده اللي بغيت نقول لكم راجلكم، هاد السيده فاطمه مترجي، الزوجه ديال ابراهيم تفريد اللي كان كيشتغل بجامعه ديال ضرب عزه، راه تعدات عليا وتجاوزت الحدود ديالها. وكنطلب منكم الله يجزيكم بخير تبارطاجيو هاد الفيديو، وبغيت يوصل للناس المسؤولين، وبغيت القانون، وبغيت جلاله الملك ياخذ حقه من هاد السيده هادي. وشكرا.